معقول الكلام ده؟ اعمل 25 كيلو بسكوت نشادر وبرتقان في ساعة زمن؟ معقول؟ بجد الاختراع ده كان فين؟ الاختراع ده كان فين؟ وبالسعر ده؟ يعني السعر ده بتاع سنين قديمة قوي. مفيش الكلام ده دلوقتي. بجد انا مبهورة لما اعمل 25 كيلو بسكوت نشادر وبرتقان في ساعة زمن يا ولاد، واعمل لكل حبايبي وصحابي واخواتي وكل قرايبي. انتوا عارفين ان انا كل سنة بعمل لهم الكحك والبسكوت في العيد. يجي الاختراع ده ويخليني اعمل الكمية دي في ساعة زمن. لا بجد الاختراع ده رهيب. بجد بسكوت النشادر والبرتقال هيبقى اسهل حاجة ممكن تعمليها، وهيطلع معاكي ناجح ومظبوط على الشعرة لو عملتي المقادير زي ما انا هعملها معاكي. اضمني ان انت هتعملي انجح بسكوت في حياتك لو عملتيه بالطريقة دي. وفي الاختراع ده هيطلع لك عجينة مظبوطة على الشعرة، وكمان البسكوتة هشة وكريسبي. شايفين الجمال؟ في احسن من كده؟ يلا بينا نشوف الطريقة ونشوف عملته ازاي. عايزه اقول لكم ان انا لما رحت شقتي القديمه وجددتها خدت العجان بتاعي اللي بقاله 5 سنين، بس عايزه اقول لكم هو خلاص كان يعني على اواخر ايامه، فكنت لازم اجيب واحد للشقه التانية. بس قررت ان انا اجيب اكبر حاجه عشان انا بعمل مخبوزات كتيره جدا. فناس كتيرة قوي من حبايبي قريبين ليا قالوا لي يا ساره هاتي عجان رافل 3 في 1 3 في 1. انا لما فتحته واللي عمله معايا انا اكتشفت ان ده اختراع والله بجد. طبعا بسجل لكم الفويس اوفر ده بعد اما جربت العجان وشفت الامكانيات بتاعته. اللهم بارك. اول حاجه التغليف بتاعه كان حلو قوي يا بنات، محطوط كرتونه جوه كرتونه. اللهم بارك. عايزه اقول لكم على حاجه، ان هو كمان 2200 واط، يعني الواط بتاعه عالي جدا. ده غير ان سعره على الاسعار دي اسعار 5 سنين ورا كده من الاجهزه. زي ما انتم شايفين، ايوه ده عجان 3 في 1، بس انا شايفاه نينجا. نينجا هو اكتر من 20 في 1. هو عباره عن مفرمه لحمه وليها وشين، وش ناعم ووش خشن. لا وكمان بيعمل السجق في سلاح بيعمل السجق ده عشان تحشيه في قمع يدوي متعب جدا. فتخيلي لما تحشي السجق بحاجه كهرباء. ده غير كمان ان هو مكنه بسكويت. هوريكم انا عملت كميه بسكوت فيه قد ايه، لان الحله بتاعته اللهم بارك 10 لتر. انت عمرك شفتي عجان الحله بتاعته 10 لتر؟ لا 10 لتر حقيقي، مش زي العجانات التانية اللي بيقولوا عليها 10 لتر وهي مش 10 لتر. طب نسكت على كده؟ لا طبعا ما نسكتش. لا ده معاه خلاط. بجد يا ساره والله ده معاه خلاط كمان، وايه يطحن لك الزلط. اللهم بارك. بجد انا ندمانه ان انا ما اشتريتوش من زمان. زي ما انتم شايفين انا هنا كنت فتحته، ده الدورق بتاعه او شفشق الخلاط، ودي المفرمه ومكنه الكوبيبه، وكمان معاهم سلاح حشو السجق زي ما قلت لكم، وكمان مكنه بسكويت. يعني اللهم بارك. انت بصي 20 في 1 زي ما قلت لك. نينجا هيعمل لك كل الحاجات الصعبه، وكمان معاه القمع بتاع حشو السجق زي ما قلت لك، وكمان سهل ان انت تعملي الكوبيبه في البيت. ده غير ان انت ممكن تفرمي اللحمه وش ناعم ووش خشن. هنا انا كنت بجهزه ان انا اعمل البسكويت. انا اول استخدام ليه جبته بصراحه عشان اعمل البسكوت. انتوا عارفين ان انا بعمل كميه كبيره كل سنه لاهلي واخواتي وحبايبي. القمع اللي انا كنت ماسكاه ده القمع بتاع السجق. هنا ده السلاح بتاع خفق البيض، وعندي كمان السلاح بتاع العجن وكف كمان العجن. شايفين الحله بتاعته كبيره زي 10 لتر. ده غير ان هو كمان يا بنات معاه ضمان سنتين، ولازم تحتفظي بشهاده الضمان عشان لو حصل له اي مشكله تعرفي تتعاملي معاه. ده غير ان هو معاه كتيب صغير اللهم بارك عشان تعرفي تتعاملي معاه. انا هنا شلت المفرمه وشلت مكنه البسكوت وشلت كل حاجه وشلت درق الخلاط، وهبتدي استخدمه كعجان معاكم ونعمل عجينه البسكوت. طبعا انا هعمل معاكم عجينه كيلو بسكوت. انا قبل ما اعمل الكيلو معاكم قلت الاول انا هصوره وهجربه واخلص الكميه بتاعتي، وبعد كده اصور لكم مقادير كيلو وتشوفوا. نص كيلو من الزبده وتكون بدرجه حراره الغرفه. يعني ايه بدرجه حراره الغرفه يا ساره؟ يعني تبقي مبيتاها من بره من بالليل او من الصبح بدري. شايفين عامله ازاي؟ هنحط نص كيلو زبده صفراء او زبده بلدي، اي نوع زبده انت تحبيه، مش هتقف على نوع زبده. وهنضربها كويس جدا بمضرب الخفق في العجان بالشكل ده. هنضربها ونخليها زي الكريم شانتيه كده يا بنات. بعد ما خفقناها كويس 10 دقايق في العجان بقت زي الكريم شانتيه كده ونفشت وبقت الضعف. هننزل ب 300 جرام من السكر البودر، سكر بودر، ونضرب الزبدة والسكر البودر كويس جدا ويبقوا هشين كده زي الكريم شانتيه وتعلى اكتر.
بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كيلو دقيق بنحط عليه 5 بيضات يا بنات، هنحط عليه فانيليا وهحط ريحة برتقان. لو انت مش عايزة برتقان ممكن تحطي نشادر، مفيش مشكلة. انا عملت نشادر وعملت برتقان، انت ممكن تستبدلي هنا. هنحط ال5 بيضات على السكر ونص كيلو الزبدة ونضربهم كويس جدا. كل ما كانت الزبدة والبيض والسكر هشين معانا هيطلع لك بسكوت ناجح وهش جدا، وتحسي بطعم الزبدة فيه يا بنات. زي ما انتوا شايفين انا كنت بضربهم كويس او كنت بخفقهم كويس في العجان. اللهم بارك، السرعة بتاعته عالية جدا، قلت لكم الوات بتاعه عالي. هنزل بكيلو الدقيق، يبقى نص كيلو زبدة، 300 جرام سكر بودرة، 5 بيضات، فانيليا او ريحة برتقان او نشادر زي ما تحبي. عندي هنا كيس محسن كيك، وده هتلاقيه عند اي سوبر ماركت. بلاش بيكنج باودر بيغمقها، خلينا في محسن الكيك. وهنحط كوباية من الحليب. الكوباية دي قد ايه يا سارة؟ الكوباية دي 100 جرام، كوباية الشاي العادية اللي احنا بنشرب فيها الشاي 100 جرام، هي نفس كوباية الشاي اللي بنشربها. وهنضرب كل ده في بعضه، وبعد ما اضربهم كويس هقوم مطلعه العجينه من البوله. كده انا عملت معاكم مقادير كيلو دقيق. بصوا كده، اللهم بارك، بعد ما حطينا البيض واللبن والفانيليا الكيلو بيديكي 2 كيلو بسكوت. يعني بعد ما بنخبزه يا بنات كيلو دقيق بيطلع لك 2 كيلو بسكوت. اللهم بارك، 2 كيلو صافي. زي ما انتم شايفين بشيل العجينه كده من العجانه. بصوا 2 كيلو عجينه مش باينين في البوله بتاعة العجان. اللهم بارك، دي 10 لتر حقيقي مش كلام زي ما بيتقال في شركات تانية. ركبت مكنة البسكوت في العجان، اللهم بارك، عشان العجان بيشتغل بالكهرباء. البسكوت كان بيطلع بسهولة جدا. زي ما انتم شايفين حطيت الفيشة في المشترك وبقيت اشغل العجان، اخد البسكوتة واقصها بالشكل ده واحطها في الصاج. اسهل بكتير ومريحه جدا. عايزه اقول لكم احنا سنين عمرنا راح مع اهالينا واحنا بنعمل المكنه اليدوي. جميله جدا واختراع حلو قوي بجد. خلص لي الكميه كلها في ساعتين زمن، بجد رهيبه. هشغل الفرن على درجه حراره 180 وهرفع الشبكه فوق وهحط الصاج فوق على الشبكه من غير ما تشغلي شوايه. هو الفرن بس هيستوي من تحت وفوق زي ما انا عامله كده. يلا بينا نطلعه من الفرن ونطلع احلى صاجات بسكوت. عايزه اقول لكم ريحته كانت جايبه اخر الشارع. اللهم بارك، طعمه تحفه. وزي ما قلت لك اعمليه بالخطوات دي هيطلع معاكي ناجح. واوعي تنسي تدهني الصاج زيت من تحت عشان بعد ما يبرد يبقى سهل معاكي ان انتي تشيليه وما يمسكش في الصاج زي ما انتوا شايفين. بجد تحفه يا بنات، واسهل طريقه ممكن تعمليها. وبجد العجان ده لو مش في مطبخ حد فيكو فاتوا كتير قوي. هيوفر وقت ومجهود عند الجزارين والحلويات وكل حاجة.